ومن المفارقات المؤلمة أنه كان عندنا دار ضيافة استضافيت به بعض المسؤولين العرب. هذا دار الضيافة أطلقنا عليه اسم دار النصر. منه صباحا مبكرا انطلقنا أنا وعدنان وحسين باتجاه الفاو، لأنه كانت موجبات العمل تستوجب أن لا يحضر أي واحد منا قبل هذا التوقيت إلى الفاو، لأنه كشفه راح يلفت الانتباه. فنمت بيه بهالدار، وصباحا انطلقنا منه بالطائرتين، عدنان الطائرة وأنا الطائرة، عشان حسين ويا عدنان وياي. فكررت بالمعركة توكلنا على الله الأولى، يعني المعركة اللي أحضر قبل التنفيذ هناك أحرص على أن أمر الهدار قبل التنفيذ ثم أروح إلى الميدان، يعني هو أتبته خير. وتكررت كل المعارك، آخر شيء معركة توكلنا على الله الرابعة. فحرصت أن أسولف هذا الموضوع أمام هالمسؤولين العرب اللي استضافيتهم في هذا الدار. هذا الدار انضرب بالمعارك، يعني ضربت أعداد كثيرة، بس الضربة والتركيز عليه وما جاوره كان واضح أنه أحد العرب المستضافين في هذا الدار أنطى هذه الأهمية لهذا الدار، أنه أحد العرب المستضافين في هذا الدار أنطى هذه الأهمية لهذا الدار. وفي تصور خائب أنه يعني من المعارك ممكن أنه أكون أنا أيضا موجود بهذا الدار، الشغلة اختلفت وهيك الحكي